السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة نعمل مع بعض غدا سهل جدا وسريع، او ممكن ينفع عشاء، ممكن ينفع غدا. خلاص يا حبايبي، وللناس كمان اللي عاملة دايت هتبقى بالنسبة لهم حلو قوي. هنجيب بصلاية معانا حمرا متوسطة، وهنقطعها كده زي ما احنا شايفين. حمرا بيضة الموجودة عندي، بس هي الحمرا بتبقى اجمل بصراحة. خلاص هنعملها كده، هنقطعها بالطريقة دي. بجد وصفة النهاردة سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده. ايه يعني، مش نفضل نقول هنعمل ايه ومش هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده علبة التونة ظهرت معانا على الكاميرا. يعني احنا النهاردة هنتغدى، الغدا بتاعنا يبقى تونة وبطاطس محمرة. خلاص، بس هنعمل التونة بطريقة لذيذة جدا وحلوة قوي بجد، كان طعمها تحفة. تمام يا حبايبي، انا هنا جبت بصلاية قطعتها زي ما احنا شايفين، وهدعكها بالملح والكمون. تمام كده، انا ما بحطش على التونه اكتر من ملح وكمون بس، ما بحبش احط عليها حاجه تانية. خلاص. اما الخضار اللي بيتحط عليها ممكن انتي تحطي طماطم، ممكن تحطي فلفل الوان، ممكن تحطي كمان جزر، ده برضو كل ده على حسب الرغبه. انا هنا حطيت بصلايه وفلفل اخضر بس. ممكن تحطي فلفل اخضر بارد وحار، ممكن تحطي حار بس، ممكن تحطي بارد بس. انا هنا حطيت بارد بس. خلاص يا حبايبي، لان انا قلت لكم قبل كده ان بنتي هتنقي الفلفل والخضار من قلب التونه فما حطيتش، وانا بصراحه مش بحب كمان عليها خضار كتير، انما انتي لو حابه حطي. تمام كده، وهنحط هنا كمان معلقه زيت، وهنبدا نفتح علبه التونه بتاعتنا. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ جبنا بصلايه دعكناها بملح وفلفل، وحطينا عليها ملح وفلفل، لا حط دعكناها بملح وكمون، ما بنحطش فلفل اسمر هنا، ملح وكمون بس. ودعكنا البصله كويس قوي لغايه لما دبلت معانا، وبعد كده قطعنا عليها قرن فلفل رومي. وبعد كده هنجيب علبه التونه زي ما احنا شايفين كده، وهنصفيها معانا، وحطينا عليها، معرفش دي جت ولا لسه، حطينا عصرنا عليها ليمونه. خلاص، احنا هنا صفينا الزيت بتاع التونه لان بيبقى فيه الماده الحافظه، فصفيناه عشان ايه؟ نقلل من الماده الحافظه اللي موجوده معانا. تمام يا حبايبي، انت حابه تحطي الزيت بتاعها تمام، مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لك، بس الافضل ان انت تصفيه لان بيبقى متركز في الماده الحافظه كلها، فالافضل ان هو مبقاش اصلا صحي قوي، فالافضل ان انت تصفيه. تمام. احنا هنا خلاص قلبنا التونه في اسمه ايه، ما علينا. قلبنا التونه، بعد كده هنجيب هنا دي معلقه طحينه، هعصر عليها نص ليمونه وهقلبها كويس قوي، لان انا ما عنديش خل. هعمل الليمون، لو احط الليمونه بدل الخل، لو عندي خل احطي نقطه خل بدل الليمون. وحطيت هنا عليها حوالي معلقتين ميه، انا عايزه سلطه الطحينه تبقى تقيله شويه، مش عايزاها خفيفه. خلاص، انا بحب احط سلطه الطحينه اكتر من اني احط الطحينه البيور يعني. ليه؟ لان الطحينه السلطه اللي بتبقى خفيفه شويه على التونه وبتديني قوام حلو. تمام يا حبايبي، هنا هفضي سلطه الطحينه على التونه زي ما احنا شايفين، وهنبدأ نقلبها مع بعض، وبكده تكون معانا خلاص الوصفة اكتملت، وهنقدمها وتكون بألف هنا وشفا. خلاص سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة. يا ريت اللي وصل معايا لهنا يدوس لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويسيب لي تعليق حلو كده زي. خلاص يا حبايبي، هنفضي بقى، هنفضيها في طبق التقديم وهنقدمها بالطريقة دي. حابة تضيفي فلفل الوان ضيفي، حبيت تبقى برضو طعمها حلو، بس كل الحاجات دي بتبقى على حسب الذوق الشخصي. تمام، كل واحد بيضيف الحاجه اللي بيحبها. انا كده بالنسبه لي تمام قوي كده، رضيت كل اذواق البيت. اللي عايز يزود حاجه وهو بياكل يزودها بقى من عنده. وهحط مع طبق بطاطس محمره، وكده تكون ده غدانا النهارده. يا رب تكون الوصفه بتاعت النهارده عجبتكم. احنا مش هنسميها وصفه قوي، احنا هنسميها حاجه بسيطه كده. انا عارفه ان في كتير منكم بيعملوها، بس حبيت اعملها معاكم بطريقتي. واسيبكم على خير، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ونعمل لايك وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.